عامة قد لاحظت محاولات دفاع المتهمة على مواقع التواصل الاجتماعي إثارة جدل كبير بالتشكيك في الواقعة. المحكمة حضوريا وبإجماع الآراء بمعاقبة نورهان خليل محمد عبد الله خليل علي بالإعدام مشنقا. نداء من منصتي للسيد رئيس الجمهورية والسيد النائب العام ومجلس النواب النظر في قانون الطفل. هذا الشيطان الذي يدعى حسين فهمي ليس بطفل، إنما هو شيطان يمشي على وجه الأرض، ويجب معاقبته بالإعدام. ويجب النظر في هذه القضية أن هذا ليس طفلا. الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نورهان بريئه، نورهان ما عملتش كده، نورهان ضحيه حسين، نورهان 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 نورهان، وما زال الحديث مستمر عن نورهان. وطبعا الكلام ده كله قبل جلسه النطق بالحكم. المستشارة الفاضلة المحترمة اللي لها منا كل الاحترام والتقدير، احنا طالعين نرد بكل أدب وبكل احترام، لأن حضرتك أخطأتي في مقدمين المحتوى على اليوتيوب، وقلت دول مرتزقة ودول ودول، وأنا عايز أعمل بلاغات وأعمل، ودول بيتاجروا بالقضية وبيتاجروا باسم داليا الحوشي، ودول تهكموا على المرحومة داليا الحوشي، ودول خاضوا في عرضها وي وكلام إلخ. النهارده هيكون في رد حاسم من النيابه العامه، من مرافعه النيابه العامه، وفي نفس الوقت طلب النيابه العامه الخاص بالمتهم حسين. كلام مهم جدا هيتقال في حلقه النهارده، وانا بطلب من الناس ان الحلقه دي، انا ما بطلبش الكلام ده كتير، انك تعمل لايك وتشيرها على جميع مواقع التواصل الاجتماعي. مش هتخسر حاجه ان انت تشير الحلقه علشان تصل للناس كلها. طبعا السيدة المحترمة اللي كانت بتقول نورهان بريئة، نورهان ضحية حسين، نورهان، أحب أقول لحضرتك إن النيابة العامة كان في تفريغ مكالمة للمتهم حسين هو ونورهان، وهم بيتفقوا على إن هم ينهوا حياة داليا الحوشي، لأن حضرتك كنت بتقول البنت مظلومة. الكلام ده أنا مش جايبه من عندي. تقدري حضرتك ترجعي لمرافعة النيابة العامة، وتقدروا حضراتكم ترجعوا للفيديو اللي قبل ده، هتلاقوا مرافعة النيابة العامة كاملة، المرافعة التاريخية اللي بجد النيابة العامة هي دفاع الشعب، هي المحامي الأصيل في أي قضية حق، هي النيابة العامة. طبعا حضرتك النيابة العامة ردت وقالت إن كان في اتفاق ما بينهم وما بين بعض، وكل الكلام ده مظبوط. يعني حضرتك بتدافعي عن بنت كانت بتتفق على انها تخلص على حياة امها علشان تمارس حياتها في الرذيلة. وللأسف مش عايز اكرر الكلمة دي، ربنا يستر ولايانا ويستر عرض بنات المسلمين جميعا، لكن للأسف البنت الطب الشرعي اثبت حاجة زي كده، وتحقيقات النيابة العامة اثبتت حاجة زي كده. طبعا حضرتك قلتي ان احنا اللي على غلط، ان مقدمين المحتوى على غلط وبيغلطوا في داليا الحوشي. للأسف الشديد انا ما شفتش مقدم محتوى على اي منصة غير وهو بيترحم على داليا الحوشي، غير وهو بيطالب بحقها، غير وهو زعلان عليها، غير ان اصدقائنا اللي كانوا متواجدين في المحكمة اثناء النطق بالحكم كانوا فرحانين، يمكن اكتر من اخوات داليا الحوشي. كانوا فرحانين لان الحق انتصر، كانوا فرحانين لان الست المغدور بيها حقها رجع، والقضاء المصري قدر ان هو ينطق كلمة الحق، ربنا سبحانه وتعالى اللي انطقهم بيها، وهو الإعدام شنقر على المتهمة نورهان. تعالي بقى أسمع حضرتك رد النيابة العامة عليكي، ومين فينا اللي بيزيف الحقائق، ومين فينا اللي بيسعى لقلب الحق باطل والباطل حق. تعالي اسمعي معايا، والجمهور الكريم يسمع معايا ويحكم، وارجع لحضراتكم تاني. رئيس الهيئة الموقرة إن النيابة العامة قد لاحظت محاولات دفاع المتهمة على مواقع التواصل الاجتماعي إثارة جدل كبير بالتشكيك في الواقعة، تشكيكا مضللا وليس تشكيكا يأتي في مصاف ضوء الدفاع، ولكن تزييفا للحقائق والوقائع الثابتة في التحقيقات لتهيئ لصورة مختلفة تماما غير ما أقر به المتهمان في التحقيقات، وقطعت بصحته كافة الأدلة الثابتة في الدعوة، وأننا ننأى بالدفاع عن الخوض في القضية أكثر من ذلك.
فقد حرصنا في التحقيقات كقسم شريف بالدعوة على سد أي ثغرة لأي دفع لأي من المتهمين بأدلة دامغة حتى يصدق الجميع ما وقفنا عليه من حقائق لم يكن ليصدقها أحد. ولقد وجدنا المتهمة جمعت بين يديها خيوط الجريمة كلها، وجدناها هي المتسلطة والمتحكمة فحق فيها وصف الحية بل هي حق. طبعا اللي حضراتكم سمعتوه ده رد وافي وكافي من النيابة العامة، ان حضرتك هم متابعينك. ما تفكريش ان الفيديوهات بتاع المحامين او مقدمين المحتوى او اعلاميين او صحفيين او الى اخره ان النيابة العامة مش شايفاها. غرفة الرصد وخاصة النائب العام المستشار حمادة الصاوي مفيش اي فسوة بتعدي لا صغيرة ولا كبيرة على السوشيال ميديا الا ويتم مراجعتها. فبناء عليه فيديوهاتنا متشافة وفيديوهات حضرتك متشافة. والنيابة العامة لما سمعت حضرتك دلوقتي وهي بتقولك ان دفاع المتهمة يحاول تزييف الحقائق على السوشيال ميديا، اللقاءات اللي حضرتك طلعتيها النيابة العامة شافتها. النيابة العامة مطلع على كل شيء. يبقى مين فينا دلوقتي اللي بيزيف الحقائق؟ مين فينا اللي بيقلب الحق باطل والباطل حق؟ مين فينا اللي كان رايح المحكمة؟ حضرتك كنت رايحة انت وبعض الناس علشان تعملوا مشاكل وخلاص وتمنعوا دخول اليوتيوبر ان هم يدخلوا قاعة المحكمة ويصوروا وينقلوا الخبر للناس لحظة الاعدام على المتهمة اللي ما كانش فيه اي رد فعل نهائي منها. سكوت، حتى ما فيش اي كلمة لا ارحموني ده انا بريئة. احنا بنشوف بعض المتهمين بينهار في القفص لحظة النطق بالحكم عليه بالإعدام، ولا أنا ما عملتش كده وي وصراخ، ولكن ده ثبات انفعالي وهدوء ما بعده هدوء من نورهان. بجد كانت حاجة غريبة جدا، بجد كانت حاجة غريبة. ولكن إخواتنا مقدمين المحتوى قدر إن هم ما يعملوش أي مشاكل وينقلوا للناس الحكم على نورهان بالإعدام شنقا. ده بالنسبة ردنا على السيدة المحامية اللي بتقول نورهان بريئة، نورهان مظلومة. نورهان مش مظلومة، نورهان خططت ودبرت، نورهان ارتكبت أبشع جرم وأبشع رذيلة، يعني ما تستحقش لا شفقة ولا رحمة. في جميع الأديان السماوية وبجميع القوانين ما تستحقش أي شفقة ولا رحمة. ويمكن يعني كده الرؤية اتضحت للجميع مين اللي بيسعى لإعلاء كلمة الحق ومين اللي بيزيف الحقائق. زي ما النيابة العامة وضحت، رد النيابة العامة كان كافي ووافي على حضرتك، وده كفاية بقى كده جزء من الحلقة كان رد. أما بالنسبة بقى للمتهم حسين، واللي أنا بطالب إن الناس كلها توصل صوتنا للنائب العام، الناس كلها توصل صوتنا للمشرع. المشرع في قانون الطفل، قانون الطفل لازم يكون فيه عقوبة، ولازم يكون فيه عقوبة الإعدام. اللي زي حسين ده مش طفل، اللي زي حسين ده شيطان ماشي على الأرض، شيطان متعود إن هو يستعمل الزجاجة في إنهاء حياة الناس. الشيطان ده لما جابت له السكينة قال لها تلمي هات إزازة، لأن هو متعود إن يعمل كده. الأطفال دلوقتي الوقت اختلف والعصر اختلف. الأطفال على أيام زمان أو أيام سيدنا رسول الله كان سيدنا أسامة بن زيد في سن أصغر، وما ينفعش إن أنا أقارن أو إن أنا أذكر ده مع ده، ولكن هناك فرق شاسع. أنا بتكلم عن صحابي جليل أسامة بن زيد لما كان قائد لجيوش المسلمين وهو في سن 15 عام. أنت متخيل؟ كان قائد لجيوش المسلمين أيام النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. فده مش طفل، 15 سنة مش طفل. حسين مش طفل، اللي يقدر يخطط ويدبر لجريمة زي دي مش طفل، اللي يقدر يعمل علاقة كاملة ده مش طفل. الموضوع محتاج وقفة، والنيابة العامة طلبت بكده، وهسمع حضراتكم وارجع اكمل معاكم تاني. السيد الرئيس الهيئة الموقعة إن النيابة العامة بمناسبة هذه الواقعة توهبه المشرع كما دعت مرارا إلى إعادة النظر مرة أخرى في العقوبات المقررة على الأطفال في بعض الأعمار التي لا تناسب حق الفواجع التي يرتكبونها. فلقد اختلف الزمان وأصبح التمسك بالمواثيق الدولية مع تطور العصر
غير كاف في ضبط المجتمع ومتغيراته، ولذا نضم صوتنا إلى كل جموع الشعب بضرورة إعادة النظر في تشديد العقوبات في قوانين الطفل وتحديد عمره وتحديد العقوبات المناسبة لمعاقبة من يعتبرون في نظر القانون أطفالا ويرتكبون وقائع بشعة بهذا المنظر. طبعا واللي حضراتكم سمعتوه ده طلب النيابه العامه بتطالب المشرع، واحنا بنطالب المشرع وبنطالب رئيس الجمهوريه ومجلس النواب والسيد النائب العام يكون في نظر في قضيه داليا الحوشي بخصوص المتهم حسين. الموضوع اكبر من ان هو طفل، الموضوع ان ده ما يستحقش يعيش، الموضوع ان هو عذب ست وانهى حياتها، الموضوع ان عايزين نتخيل داليا الحوشي وهي تحت ايديه وهو بيعذب فيها قبل ما ينهي حياتها كان وضعها عامل ازاي. لازم يكون في وقفه من كل الناس، ولازم صوتنا يوصل، وبكررها تاني نداء من منصتي للسيد رئيس الجمهورية والسيد النائب العام ومجلس النواب النظر في قانون الطفل. هذا الشيطان الذي يدعى حسين فهمي ليس بطفل، إنما هو شيطان يمشي على وجه الأرض، ويجب معاقبته بالإعدام، ويجب النظر في هذه القضية أن هذا ليس طفلا. الموضوع يا جماعة كبير، الموضوع مش سهل. الموضوع دلوقتي ان احنا مش هنفرغ نفسنا ونقول نورهان نورهان كده اين عملت بقى المحاميه، اين بقى تعاطف الراي العام، اين ابوها اتنازل. الموضوع منتهي. ويمكن حضراتكم عارفين اللي حصل في قضيه محمد عادل وكتير ومهاترات كتير جدا، وفي الاخر النقض اترفض وتم تأييد حكم الاعدام. وده بمشيئه الله تعالى اللي يحصل في قضيه نورهان، وهتكون ربنا سبحانه وتعالى القضاء اقتص منها في الدنيا، وربنا يقتص منها في الاخره برضه على اللي عملته في امها. ما تتخيلوش دي عقوبتها من ربنا هتبقى ايه. عقوبه الدنيا اسهل من عقوبه الاخره، وبالذات ان دي عملت كده مع امها. اما الولد اللي هو لسه عايش في دار رعايه وهيعيش حياته، اذا كان دار الرعايه يعيش فيها حياته ولا اذا كان سجن، برضه ده ما يستحقش ان هو يعيش. هو بالنسبه له السجن زي دار الرعايه، الاتنين عنده واحد. ده ما يستحقش ان هو يعيش. لازم ان احنا يكون انتباهنا او توصيل صوتنا في الايام الاخيره هو حسين لازم يتحاسب، حسين لازم تتعاد محاكمته، ما يتحطش في دار رعايه. حسين مش طفل، صدقوني ده مش طفل، ده شيطان. اعذروني اذا كنت منفعل جدا في الحلقه النهارده، ولكن الموضوع ابشع مما تتخيلوا. الموضوع صعب جدا. رحم الله داليا الحوشي ورحم الله جميع شهداء الغدر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.